السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل الفطير، هنعمله كده يبقى مورق معانا بنص كيلو دقيق بس. هنعمل 3 فطاير، أحلى 3 فطاير معانا أكنك شارياها جاهزة من بره بالظبط. مش هيعجن معاكي أبدا، وهقولك على أسرار كتير جدا أنا عارفاها من قلب محل الفطير ذات نفسه وعن تجربة بجد، وبعمله على طول ومعتمدة جدا كل حاجة. تابع معايا الفيديو للآخر عشان في أسرار كتير للفطير لازم تعرفيها. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا اشتغلت هنا على نص دقيق بس، وطلعوا معايا ال3 فطاير دول وحجمهم كويس جدا. نزلت عليهم برشة ملح، وكمان مية من الحنفية، مش مية سخنة، يعني مية عادية جدا ولا مية ساقعة، مية عادية جدا من الحنفية. وهفضل انزل كده واحدة واحدة على الدقيق بالمية علشان خاطر الدقيق يعمل معايا عرق، علشان لما تمط ما تفتحش معايا. وده اول سر معايا من اسرار ان العجينة ازاي ما تقطعش. هعجن كده بالشكل دوت وانزل واحدة واحدة لحد ما الم الدقيق معايا. هنزل بقى بيهم على الرخام عشان اخد راحتي كويس جدا في العجينة. وتاني سر بقى في العجينة دي بالذات ان انت لازم تعجنيها كويس جدا. بصوا انا بعجنها ازاي، شايفين بالشكل ده؟ اعجني كده تقريبا يجي 10 دقايق، اخدميها كويس جدا في العجن. لازم كده، بصوا انا بدعكها ازاي عشان خاطر تنعم معايا وتاخد وتدي عرق كده. لو عندك عجان سيبيها كده شوية 10 دقايق ربع ساعة، خليها تاخد راحتها على الاخر. كل ما عجنتي فيها اكتر كل ما كانت ناجحة جدا معاكي. بصوا بالشكل ده لحد ما نعمت معايا، شايفين؟ بصوا العجينة بتمط ازاي، مش بتقطع معايا، حلوة جدا، هي كده مناسبة جدا ان انا اشتغل بيها. هاخد بقى العجينة. انا هنا عملت كور يعني متوسطة، ولا صغيرة ولا كبيرة، عشان اقولك ليه دلوقتي. هنطلع الفطير طبقات معانا، مش هيبقى مكتوم من جوه في طبقات كتير عجين، ولا هو خفيف يقطع العجينة معايا لما احط الحشوة. هنعملها مع بعض واوريكي ازاي. هكوره كده بالطريقة دي، وهدهن شوية زيت علشان اريحه شوية فيه لحد ما اخلص الكور اللي عندي بالشكل ده. كده انا خلصت، عملوا معايا حوالي 9. هغطيهم كده بالزيت بالشكل ده، حاجة بسيطة كده مش كتير، وهريحهم كده، اسيبهم يرتاحوا شوية. ودي خطوة مهمة جدا، لازم ياخدوا راحتهم شوية. وهغطيهم كده بكيس واسيبهم على جنب لحد بقى ما نعمل الحشوة بتاعتنا. اي حشوة انت عايزاها استخدميها. انا النهاردة كان المتاح ليا ان انا عملت حشوة البانيه. غسلت البانيه كويس جدا وصفيته من المية كويس جدا جدا، ونزلت كده بحبة زيت صغيرين، ونزلت كده ب3 معالق بصل مفروم، وهشوحهم كده بالشكل ده. انا في خطوة هنا بعملها، اتمنى ان انتي تعمليها، جربيها تعجبك جدا. ان انا بحط البهارات مع البصل ياخد تحميصة كده بسيطة. انا كده مهدية النار عليه شوية، وهنزل بملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمان كركم وحبهان مطحون واي حاجه من البهارات وزعتر وجنزبيل. اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها، بس مش هنكتر. هناخد من كل حاجه معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره، ده مناسب جدا علشان الاكل ما يبقاش فيه بهارات ويبوظ طعمه معانا. يا دوب كده بس حاجه طعمه. وهبدا كده اديله تشويحه كده. جبت بقى البانيه، بصوا متصفي ازاي، مفيهوش نقطه ميه، ده مهم جدا. هنزل كده بالبانيه مره واحده، هعلي النار بقى علشان ياخد صدمه حلوه جدا معايا وما ينزلش ميه. وهوزعه كده بالشكل ده، مش هقلبه خالص دلوقتي، هسيبه لما يتشمع من تحت يدي لون ابيض كده معايا. هبدا ان انا اقلبه، ودي خطوه مهمه مش هتخلي ابدا البانيه ينزل معاكي ميه. هو كده اخد صدمه حلوه، بصوا لونه عامل ازاي من تحت بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اقلبه كويس جدا لحد ما اللون كله يتغير ويستوى معايا، ما نزلش ميه خالص. وبرده للتأكيد هقلب فيه لحد ما يبقى كده ناشف معايا علشان ما يقطعش معايا العجين، ودي برده خطوة مهمة. تابع معايا الفيديو للآخر، هقولك على أسرار كتير جدا ممكن تكوني أول مرة تعرفيها. بصوا مفيش أي سوائل. فضيت بقى الحشوة بتاعتي في بولة كده عشان تبرد، ودي برده خطوة مهمة عشان ما تقطعش معايا العجين. كل دي أسباب بتخلي العجين يقطع معايا. وكمان جبت طماطم وقطعتها مكعبات صغيرة
وفلفل على حسب الحاجة، وطبعا جبنة موتزاريلا. اول حاجة بقى خديها قاعدة كده، الفطير همسح كده بالزيت الرخامة وهورق بالسمنة، يعني افرد بالزيت واورق بالسمنة. دي قاعدة مهمة جدا للفطير. وهبدأ كده اخد اول كورة معايا، الكورة دي صغيرة على فكرة مش كبيرة، يعني اكبر من البيضة كده شوية، وهبدأ كده افردها بالشكل ده. بصوا سلسة معايا، تحفة تحفة بجد. العجينة واخدة حقها ان هي ارتاحت كويس جدا، ودي خطوة مهمة جدا. هبدأ بقى ادهن بالسمنة كده بالفرشة او بايدك عادي جدا. الفطير بتاعك يطلع مظبوط جدا، هو بيحب السمنة او الزبدة، المتاح عندك اعملي بيه. انا عملت النهاردة بسمنة عادية جدا، كان بجد تحفة تحفة وريحته فظيعة. انت لو عندك سمنة فلاحي اعملي، عندك زبدة فلاحي اعملي. بلاش الزيت، هو بيتورق كده بالسمنه لو انت عايزاه يطلع معاكي مظبوط ويبقى طري من جوه ومش ناشف ويبقى مورق معاكي. بصوا انا هعمل العجينه كده، بصوا العجينه حلوه ازاي معايا، شايفين؟ هفردها كده، هاخد كده من الحرف واطلع على بره بالشكل ده. هقولك بقى على طريقتين بيتطبق بيهم العجين الفطيره بتاعتك. هجيب كده اول ناحيه، ودي الطريقه المعتاده بتاعتنا اللي امهاتنا بتعملها واللي المحلات كمان بتعملها، وهورق كده بالسمنه، وهجيب كمان الناحيه التانية عليها بالشكل ده، وبرضه هحط سمنه مسحه كده خفيفه، وكمان الناحيه دي من اليمين ومن الشمال. المهم ان انا كل ما اطبق احط سمنه بالشكل ده، وهجيب برضه الناحيه دي، وبعدين اخدها بقى من الحرف بتاعها بعد الحته السمنه دي. كل ده توريق، كل ده توريق في الفطير من جوه. وهبدأ بقى ان انا اخده كده من كل حرف واكوره كده على شكل كورة. ودي اول فطيرة معايا، هسيبها ترتاح كده. بصي هي حجمها صغير عشان لما اجي افردها في الصينية ما تبقاش تقيلة كده معايا وكلها لحم وكلها عجين، لا هتبقى خفيفة جدا وتطلع مورقة معاكي جدا. هجيب واحدة تانية اهو للتأكيد، وهوريكي كمان طريقة تانية للفطير ان انتي تطبقي بيها. خدي الطريقة اللي تريحك واعملي بيها. اهو فردت كده بالشكل دوت، وهبدأ كده اجيب من تحت. بصوا بصوا الفطير حلو ازاي معايا، علشان هو واخد راحته حلو جدا ان انت عجنتيه كويس وريحتيه، وكمان بتورقي كمان بالسمنة. بلاش زيت، الزيت بينشف العجين خالص. فطير يعني سمنة زي ما قلنا، وهندي كده مسحة سمنة من فوق. بصوا بالشكل ده الفطيرة حلوة جدا معايا، لو عايزة تفرديها اكتر من كده كمان هتفرد معاكي. وهبدأ بقى كده اهو الطريقة التانية ان انا هلفها رول بالشكل ده. دي طريقة تانية لتوريق العجين، زي ما تحبي تعملي اعملي. بعد ما لفيتها رول كده بالشكل ده، هجيب كده اطبق كده من ناحيتين بالشكل ده، واطبق تاني، وبعدين اطبق كده تاني، وبعد كده افردها بالشكل ده، وبعدين المها تاني واعملها على شكل كورة وكده. بقت برضو جاهزة معايا. بس انا يعني بحب الطريقة اللي هي التقليدية بتاعتنا، فانا هعمله النهاردة بالطريقة اللي احنا بنعمل بيها على طول، واللي المحلات كمان بتعمل بيه. جبت اهو السمنة وهعمله، وهبدأ كده اطبقه واحط سمنة. بعمل تاني للتأكيد. شوفي انت الطريقة اللي تريحك واعملي بيها. اسهل طريقة ممكن تعملي بيها الفطير هما الطريقتين دول، سهل جدا مفيهوش اي حاجة، وهتعمليه على طول مش هياخد في ايدك ثواني. بصوا بقى انا ريحت العجينة، والسر من اسرار العجينة ان هي تبقى منفوخة كده وتدي يعني بالونات كده من فوق. هي كده ناجحة جدا 100%، هي كده جاهزة وهتبقى مورقة معاكي جدا في الفرن. هسخن الفرن على درجة عالية جدا، وده لازم مهم جدا، ان هو لو انتي وطيتي الفرن هيبقى بجد مش حلو خالص. جبت بقى 2 من الكورتين اللي انا عملتهم اللي هم الفطير، اخدت كورتين وحطيتهم تحت في القعر الصينية بالشكل دوت، وحطيت الحشوة جوه، وحطيت موتزاريلا، وحطيت طماطم وفلفل على حسب الرغبة. وهبدأ كده ان انا اطبقهم بالشكل ده، ما تخافيش مش هتقطع معاكي خالص. ودي طريقة ممكن ان انتي تعملي بيها الفطيرة بالشكل ده. الطريقة التانية ان انا هجيبها كده هفردها بالنشابة، وهنزل كده في الصينية بتاعتي برضو بعد ما دهنتها. انا بحط طبقتين، طبقتين تحت وطبقتين فوق،
اول واحده انا ما حطيتش طبقات فوق، فطبقت العجينه كلها على بعضها وغطيت الوش بتاعها من العجين اللي هو كان زياده بره الصينيه. وهنا بقى هبدا ان انا اعمل كده، وهعملها دي من غير فلفل. وزي ما قلت لك تقدري تحطي الحشوه اللي انت عايزاها. وهجيب الكوره بقى اللي هي عشان اغطي العجينه من فوق، واقول لك ازاي تقفليها. انا هنا بقى دي طريقه تانية برضو، انا اعطيتك كل الافكار، والفكره اللي انت حباها المناسبه ليكي اعمليها. هفردها كده بالشكل ده. بصوا الفطيره مورقه اصلا معايا، التوريقه باينه ازاي، حتى لما المها هتبين اكتر. شايفين؟ وهبدا بقى انزل عليها بالصينيه كده بالشكل ده. انا هنا برضو حطيت طبقه واحده بس، لو انت عايزه تحطي طبقتين حطي. وهقولك برضو انهي احسن، يعني اللي هي بطبقه ولا بطبقتين. وهشيل كده العجين الزياده بالسكينه بالشكل ده، وهبدا بقى اخد العجين ادخله جوه واتنيه على تحت علشان الحشوه ما تطلعش بره وتحرق الفطير معايا من تحت. وهوريكي في الاخر ولا واحده الحشوه خرجت منها خالص بالكذا طريقه اللي انا وريتها لك دي، وهتبقى حلوه جدا معاكي. بصوا سهله جدا مفيش اي حاجه اهو. وهبدا بقى افرد كده، اخليها تاخد شكل الصينيه بالراحه بس، عشان احنا حاطين طبقه واحده من فوق علشان ما تقطعش معاكي يبقى شكلها مش حلو. انا كده فردتها، فردت معايا بكل سهوله. زي ما قلنا العجينه حلوه جدا ومرتاحه. هعمل بقى تالت واحده كده. بصوا التوريق، بصوا يا جماعه التوريق عامل ازاي، تحفه بجد. العجينه حلوه جدا، اعمليها بالطريقه دي وعلى ضمانتي، انا بقولك هي ناجحه 100%. توريق حلو ده، مش قطع في العجينه ولا حاجه، ده توريق، كل ده توريق. بصوا سهله جدا مفيهاش اي حاجه. هشيلها كده وهدهن الصينيه برضو، دي الصينيه التالتة معايا. انا ما حذفتش اي حاجه من الفيديو علشان اوريكي وعلشان ناكد لك المعلومه اكتر بالشكل ده. وهبدا افردها كده، وهاخد كمان واحده كمان. ان انا هنا حطيت 2 تحت، ودي مناسبه جدا معايا، مش هتطلع تقيله ولا حاجه، وهتطلع مناسبه جدا. هفرد كده واخد الطبقه التانية برضو والمها كده بالشكل ده، وهنزلها برضو على العجينه وهفردها كويس جدا. دي مش طبقه عاليه، الكره بتاعتي صغيره جدا فما عملتش يعني خلت العجين تقيل معايا، لا هو كان خفيف جدا مورق وكان تحفه بامانه ربنا، كان تحفه. هنزل كده برضو بالحشوه بالشكل ده، وهنزل بالطماطم. اي حشوه انت عايزاها بقى، عايزه تحطي زيتون، عايزه تحطي يعني فلفل الوان جوه، عايزه تحطي اي حاجه حطي، يعني المتاح ليكي. بس احنا مش بنحب الزيتون والحاجات دي، فاحنا دي كانت يعني ابسط حاجه ممكن اعملها بيها، وكان برضو طعمها حلو جدا. احط كده جبنه موتزاريلا من جوه علشان تمسك لي الحشو، بتدي كمان طعم حلو جدا اهو بالشكل ده. وهبدا بقى ان انا هجيب برضو الطبقه التانية وانزلها عليها، هفردها كده بالشكل ده، واخدها برضو على النشابه، وهكذا لحد ما اغطي وش العجين معايا. اهم حاجه بقى ان انا الفرن بتاعي هسخنه كويس جدا، لازم يكون على درجه حراره عاليه، يعني ممكن 200، واخليه على الرف اللي تحت. اول رف بعد الارضيه على طول هو ده اللي تحطي عليه. الفرن ساخن جدا معايا، فانا جاهز كده ان العجينه تنجح معايا. واول ما هتدخليها الفرن هيبقى تحفه. انا هنا عملت طبقه وهحط طبقه كمان عليها. بصوا اول ما حطيته نفخ معايا كده على طول، اعرفي كده ان العجينه ناجحه 100%. بصوا نفخ ازاي. هسيبه بقى لحد ما يستوى. انت هتعرفي وش العجين من فوق، هو هنا بصوا لسه ما استواش. هسيبه كده لحد ما يستوى كويس جدا. وبعدين هقولك على خطوه مهمه الراجل الفطاطري بيعملها، بينزل كده ببيض. انا هنا عامله 3 فطير، فاستخدمت 2 بيض وعليهم رشه فلفل اسمر بالشكل ده، وهقلبهم كويس جدا. وهاخد بقى شويه من الجبنه الموتزاريلا، وده اللي بيخليه بيطلعوا لونه حلو كده من فوق. وده سر يا جماعه من اسرار المحلات، هما فعلا بيعملوا كده اهو. وهقلبهم كده كويس جدا لحد ما الكل يمتزج مع بعض. هاخد بقى الفطيره، بصوا عاليه ازاي مورقه معايا، استوت جدا معايا. هاخدها بقى كده وهي سخنه، هحط بقى عليها كده على الوش الخليط ده
بالشكل ده. هنا بقى البيض اول ما يشم السخونيه هيقفش كده، وهيمسك لي الجبنه الموتزاريلا وهياخد لون حلو جدا. هدخلها تحت الشوايه وهتبقى جاهزه معايا. هاخد التانية اهي استوت برضو. دي بصي اللي بطبقه واحده من فوق. بصوا الحشوه باينه ازاي، بس هي ما اتقطعتش معايا عشان العجينه واخده حقها زي ما قلنا. وهبدا برضو اوزع بالطريقه دي. ودي اللي احنا قلبناها العجين من ناحيتين برضو. بصوا التسويه من تحت حلوه ازاي، وما قطعتش وما نزلتش معايا حشوه ولا اي حاجه، ولا اتحرقت من تحت ولا لزقت في صينيه. واخد كده بقيه الخليط اللي فوق دوت بتاع الوش، طالعه مورقه معايا ومنفوخه وجميله جدا. هنزل برضو كده واوزعها كده بالشكل ده. دخلتها تحت الشوايه اخدت اللون ده. والتانية اهي نفس برضو اللون من فوق ومن تحت حلوه جدا. شايفين؟ بصوا التسويه. انا عايزه بس ابينها لكم، واخده لون حلو جدا، مفيش حشوه برضو طلعت. وادي اهي اللي احنا طبقناها من فوق، اللي اخدنا العجين الزياده برضو. بصوا هقلبها معاكم، هي بس سخنه. بصوا الجمال، بصوا الفطير حلو قوي، مش عالي ومش مكتوم معايا، مش معجن من جوه، واخد توريقه حلوه جدا، واخد تسويه حلوه جدا من فوق ومن تحت. هبدا بقى ان انا احطه في الاطباق كده بالشكل ده. بصوا كل واحده اهي للمصداقيه، كلهم حلوين معايا. والعجينه دي ناجحه 1000000%، ناجحه 1000000%. جربيها وعلى ضمانتي. بصوا دي تالت واحده اهي نفس التسويه، كلهم اخدين التسويه واحده، علشان احنا بقى ظبطنا درجه الفرن بتاعتنا، خليناها درجه عاليه. هي اول ما دخلت قفشت على طول، ما عجنتش من جوه، هتستوى من حته وحته لا هي كده هتبقى حلوه جدا. اهم حاجه زي ما قلنا ان احنا نعجنها كويس جدا، نديها حقها كده في العجينه. بصوا بقى التوريق اللي انا عملته، بصوا كده ما طلعتش مكتومه جوه، كلها عجين ازاي، ومش عاليه ان هي تضايقك في الاكل، لا علشان الكل اللي انا عملتها كانت معقوله، كانت يعني وسط ولا صغيره ولا كبيره، وان انا ورقتها كويس جدا وطلعت معايا اهو التوريق بتاعها بالشكل دوت. حلوه جدا، جربوها. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.